صلوا على رسول الله. انصتوا تؤجروا يسركم الله عز وجل. سيدنا لقمان الحكيم قال لابنه وهو يعظه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، فإن القلوب تحيا بنور العلماء كما تحيا الأرض الميتة إذا نزل عليها الماء. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، بعدما استمعنا الى كتاب الله من ذلكم العلمين فضيلة مولانا الشيخ ياسر ابراهيم حفني عامر وفضيلة القارئ الشيخ احمد عبد الباسط برعي، تعالوا بنا لنقف في هذه الدقائق المعدودات لنذكر انفسنا بالحقيقة التي غفل عنها الناس، ونرى العجب العجاب أخي المستمع الكريم عندما قضى للناس صيامهم، ومنهم من عبد ربه، ومنهم من أحيا ليله، ومنهم من أطاع الله عز وجل، ومنهم من ظلوا يدعون الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الشهر إخوة الإيمان والإسلام قال عنه المصطفى خير الأنام: لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت السنة كلها رمضان. ولكن ورب الكعبة وكأن الناس غفلوا عن ذكر الله عز وجل عندما انتهى رمضان. وترى بالأمس الذي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره أي عند قدوم عيده، كما كان يحتفل المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأعياد. ولكن عندما انقضى رمضان أصبحت الشباب ورب الكعبة وبعض الناس ازدادوا سوءا مع الله، وكأنهم يقولون: الحمد لله الذي أراحنا من رمضان، ولا يعلمون قدر الله عز وجل في هذه الليالي، لقوله تعالى: أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أن تدخل في طاعة الله عز وجل. رب رمضان هو رب شعبان، هو رب الأيام، هو الذي بيده قلوب العباد يقلبها كيفما يشاء. لكن استقبلنا عيدنا في أول ساعات بعد انتهاء الصلاة بالذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما أتى العيد وقال لأصحابه: يا أصحاب رسول الله، ليس العيد بمن لبس الجديد، وليس العيد لمن يتفاخر على الناس بأحسن الثياب، ولكن العيد لمن تقبل الله عز وجل صيامه. العيد لمن وصل رحمه. العيد لمن رأى يتامى كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. اسمع، عندما خرج من صلاة العيد صلى الله عليه وسلم وجد طفلان يبكيان، فهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويحكم أيها الصغيرين، ما الذي يبكيكم؟ ولكن لا يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يا أبي، وإذ بهذا الغلامين ينطقان على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عماه، لقد مات أبينا في غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم فنحن يتيمين.
ثم هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم لحظات وفاضت عينه بالدموع صلى الله عليه وسلم وقال: يا أصحاب رسول الله، العيد لمن حض على مسكين بحنانه، العيد لمن كفل اليتامى وتقبلت صدقاته وزكاته، العيد لمن وصل أرحامه. ثم يأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وينادي السيدة فاطمة: يا فاطمة، خذي هذا الطفلين وألبسيهم من لباس الحسن والحسين، تعلموا من كافل اليتامى. قال حبيبنا محمد: التمسح على رأس اليتيم لكل شعرة حسنة، وإن الله عز وجل ينعل بيتا يهان فيه يتيم، وإن الله سبحانه وتعالى ليستغفر لبيت ويكرم أهله ويوسع رزقه في بيت يكرم فيه يتيم. لكن أصبحنا ورب الكعبة اليتامى تهان، أصبحنا ورب الكعبة الشباب الصغار الذين بدون أب، وهو السند الحقيقي. لما مات أبي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه، اشتاق النبي لرؤية أبيه، السند الذي ينفع الإنسان في حياته، لأنه قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طاعة الله عز وجل ثم طاعة الأبوين. وإن الله سبحانه وتعالى يكرم بيتا ويحب بيتا يكرم فيه يتيم. العيد ليس بمن لبس الجديد وتفاخر على الناس بأمواله، العيد هنا محطة مع النفس، أن تقف هنا لمحاسبة نفسها أن رمضان قد انقضى عليها وأتى العيد. هل فكرت يوما مع نفسك هل ستعيش إلى العيد القادم؟ هل ستصوم رمضان القادم؟ لا ورب الكعبة، بل الموت الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه القرآن بالمصيبة، لكن لم يبكي صلى الله عليه وسلم على ممات أحد من كان من عمه أو أمه أو زوجته، لكن بكى ونزل الدمع على فراق، لأن الفراق أشد من الموت. معاشر السادة، الفراق هو الذي يفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. فراق الأحبة، علينا أن نتذكر ونقف مع حالنا ومع أنفسنا، أن إذا يوما تكبرت أنفسنا أن نقول لها بصوت منخفض بينك وبين نفسك على فراشك: يا نفس لا تتكبري، فعما قريبا ستحملي، وعلى الألواح ستجردي. ثم يأتي المغسل بماء، ثم إلى الأعناق ستحملي، وإلى القبلة، ثم ينادي أعز الناس محبة إليك إن كان هناك ديون، وإن كان هناك أي شيء، وأنت لا حول لك ولا قوة لك. أنت ستحاسب عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ستحاسب على تقصيرك في طاعة الله عز وجل، ستحاسب عن شبابك ومالك وأبنائك وكل شيء أنعم الله عز وجل عليك، لقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم كنعمة المال ونعمة الأبناء، لأن هناك
رجالا قد حرمهم الله عز وجل من نعمة الذرية، فلتحمد ربك أنك أعطاك الله مال وولد. لا تستغل نعم الله عز وجل وتحولها من نعمة أعطاها الله عز وجل إياك إلى نقمة، والنقمة مصيرها جهنم. أن تستغل أبنائك حتى يتملكون من أنفسهم ويبعدون عن الشهوات واللذات الذين خاضوا فيهم الشباب في هذا الزمان. ورب الكعبة شباب انتزعت قلوبهم من رحمة الله عز وجل، وهذا بعد المسلمين عن الدين، وهذا بعد وتقصير المسلمين في فروض الله عز وجل. عندما يأتيك الله عز وجل كل يوم 5 مرات: هيا يا عبدي إلى الصلاة، هيا يا عبدي إلى النجاة، هيا يا عبدي إلى توبة، هيا يا عبدي إلى طريق آخره جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هيا يا عبدي تقرب مني كي تدخل في حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. تذكر وقوفك يا ابن آدم بين الحشا عريانا مستحشئا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهف في العصاة ورب العرش غضبانا. المشركون في النار تلهبهم والموحدون في دار الخلد سكانا. أن تعود نفسك على القناعة والرضا بالقليل، أن تستغل هذه الأيام المباركات في طاعة الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا تعلم يا ابن آدم، لكن ورب الكعبة ترى العجب العجاب من المسلمين يتكلمون حتى وإذا قرئ القرآن هناك استجابة من الله عز وجل للذين عششت الدنيا في قلوبهم وتملكت الدنيا من قلوبهم رسالة في احترام كلام الله عز وجل، وفي احترام العلماء لأنهم ورثة من؟ ورثة الأنبياء. سيدنا لقمان الحكيم لما أراد أن يعطي ولده نصيحة قال: زاحم العلماء بركبتيه، فإن القلوب تحيا بنور العلماء. لكن الدنيا مصيرها ابن آدم في كلمتين. وانظر حاله من أول ما بدأ الله عز وجل خلق ابن آدم حتى يفارق هذا الحياة. عندما تولد أيها المسكين الضعيف، تولد من رحم أمك هذا المكان الضيق المظلم، ثم تولد حافيا عاريا بلا شيء على الإطلاق، ثم يأتي أهلك أو الطبيب بقطعة من القماش شبيهة بالكفن تسمى اللفة، ثم يزفوك إلى هذه الدنيا المليئة بالغرائز والفتن في زفة، ثم ستأتي عليك الأيام ويأذن الله عز وجل أن تقبض روحك وترجع كما خلقت أول مرة. سيجردوك من الثياب بلا شيء، ثم يضعوك في لفة وهي الكفن الذي لا يستطيع الإنسان أن يخرج من هذه الدنيا إلا بأمتار من القماش قد عدت عليه. هذا الشيء الوحيد الذي ستخرج منه من هذه الدنيا، لا مال، لا زوجة، لا أبناء، لا شيء إلا عملك هو الذي سينفعك عند لقاء الله عز وجل. ثم تأتي زفتك وهي زفة الجنائز، عندما يحملوك على الأعناق وتودع هنا الأهل والأحباب
وتترك ثلاثة أخلة أي ثلاثة أصحاب، مالك وأهلك ثم العمل. وتترك الخليل الأول عند باب بيتك وهو المال. أيها النفوس التي غرتهم المال اتق الله يجعل لك مخرجا. ارضى بما قسمته لك تكن أغنى الناس. الله عز وجل يعلمنا القناعة والرضا بأي شيء ولو كان قليل. ثم يصطحب الميت الأهل والأحباب والعمل. ويترك الخليل الثاني عند باب قبره. هذا البيت الذي بكى من هوله العلماء وحار من حوله الخطباء. هذا هو أول منزلة من منازل الآخرة. هذا هو بيت الغني، هذا هو بيت الفقير، هذا هو بيت الذكر والأنثى، الصغير والكبير. لا تفرقة عند لقاء الله عز وجل، كما لا فرق الله عز وجل بنا في الدنيا. كما ننادي بأسمائنا المجردة ونلقب بعضنا بألقاب، لكن لقب الله عز وجل للناس جميعا لأنه العدل. نادى الله في كتابه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا البيت الذي لا ينفع هناك عند دخول ابن آدم شهادة زور ولا أي شيء إلا عمل أو قولك قولا واحدا من قلبك لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم يدعوك الأهل والأحباب، وهنا آخر محطة لك في هذه الدنيا عندما يرحل عنك أحبابك ويدخل معك شيئا واحد في قبرك، ألا وهو العمل. لا شيء. هل عملت لغد؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت يتسرب إلى أرحام الأم، إلى الجنين، يأتي إلى الأجنة في بطون أمهاتها. ثم ينادي عليك الملك عبدي. أيها النفوس المؤمنة، أيها النفوس المتكبرة، أيها النفوس الظالمة، أيها النفوس التي غرتهم الدنيا فعلوا على خلق الله عز وجل. لا تعلوا على خلق الله عز وجل وتواضعوا كما قال حبيبنا محمد تواضعوا وتحلوا بالخلق. فلما وصفه الحبيب إلى محبوبه قال وإنك لعلى خلق عظيم. عبدي في التراب وضعوك، وإن ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا أحدا يرد على نداء الله عز وجل فينتسب الرد إلى نفسه قائلا لله الواحد القهار. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم انفعنا ولا تضعنا، اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم إنا نسألك العافية في أبداننا، اللهم إنا نسألك العافية في أبداننا. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، أهلك الكفرة أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا في هذه الأيام المباركات ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا أزحته، ولا بلاء إلا رفعته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل لنا ولا منا ولا من يسمعنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك النصر المستضعفين في كل مكان. اللهم إنا نسألك النصر لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا من النار، ورقاب أمهاتنا من النار. اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. تقبل يا رب راحلتنا الكريمة بواسع رحمتك. اللهم أسكنها مع النبيين، وأسكنها مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد الليالي عليها. اللهم اجعل يا ربنا هذه الليلة أسعد الليالي عليها. اللهم إنا نسألك برحمتك ونخشى عذابك أن تجعل كل حرف يتلى في هذه الليلة يتقاطى الرحمات على قبر الراحلة الكريمة. اجعل صبرها على مرضها في ميزان حسناتها، اجعل صبرها على مرضها كفارة لسيئاتها، اجعل خدمتها لزوجها وطاعتها له في ميزان حسناتها، اجعل يا رب تربيتها لأبنائها في ميزان حسناتها وكفارة عن سيئاتها. اللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، كان خطأ فمني ومن الشيطان. شكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم وغفر ذنبكم. ولا هنا أخي المستمع الكريم يتوقف إرسالنا العام الذي يربط الأرض بالسماء إلى أن يتجدد اللقاء عقب صلاة العشاء مع ذلكم العلمين الكبيرين. إلى هنا أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.